احلى سلطه سردين مغربي. متابعيني من المغرب، انا قعدت يومين ما انزل ولا شيء بس عشان اقدر ارد عليكم على كمية التعليقات اللي اجتني والمسجات اللي اجتني، ومع ذلك ما قدرت ارد على الكل. بدي اياكم بتسامحوني، بس والله كلكم بالقلب. انا كتير فرحانة فيكم، احبكم بالزاف، هيك صح؟ حسيتكم قراب مني كأني بعرفكم من سنين. الكل بس حكيت اني نفسي اروح على المغرب، الكل حياكي الله عنا، تعي عنا، بتشرفينا بتنورينا، شو هالكلام الحلو. بوعدكم انه نعمل سلسلات تانية كتير عن الأكلات المغربية، مش بس السردين المغربي، رح نعمل اشياء كتير. وبرضو متابعيني التانيين من الدول التانية برضو كان لكم دور كبير بهاي الفيديوهات اللي عملتها سلسلة السردين. كلامكم الجميل، حبكم لإلي ودعمكم، كلكم متابعيني كلكم من المغرب وخارج المغرب، بحبكم كتير من جميع دول العالم. I love you so much. واليوم وبناء على رغبتكم جميعا الكل طلب مني اني اعمل سلطة السردين، واكيد بلا شك بما انه السردين مغربي رح تطلع الوصفة نار نار. حكيتولي افرم خيارة وفلفل حار، كمان حبة بندورة مفروم ناعم، وبصل، وسردين أتلانتس المغربي. لازم يكون السردين مغربي. والله العظيم إنه بيتاكل هيك من غير أي خلطة. زاكي هاي العظمة هاي لا تكبوها، هاي كالسيوم. يلا نكمل. رح نملح وليمون بالزاف وزيت زيتون. للحين ما فضيتها ببطول صغار. وهاي زيت زيتون وهي طحينية. وهلأ بنخلط كل شي مع بعض، واخر شي الشبنت. خطيرة خطيرة صدقا، هذه اطيب طريقة باكل فيها السردين. متابعيني انتو فنانين، بتشهي عن جد، بتجنن. من بعد ما نزلت فيديو السردين طبعا التعليقات يا جماعة ما وقفت. اغلب التعليقات واغلب الناس اللي كتبوا لي قالوا لي يا لينا لازم تجربي السردين المغربي وتحديدا الميلو. انصدمت قد ايه الناس عم تطلب مني اني اجربه. من وقتها وانا عم بدور اونلاين بكل المحلات وبكل الاسواق اني الاقيه، ما عم بلاقيه. فقررت من اليوم اني اطلع وادور عليه انا بنفسي. رح اروح اول سوق واشوف. واجيت على سيتي هايبر ماركت بالشويخ، يا رب الاقي هون. هاي اول رف. تعالوا خلينا نشوف وين في كمان. هذا كله تونة، هذا السردين. خلينا نشوف شو هذا النوع. هذا الصيني. ليحوشك. هاي السردين كمان العلالي. يا جماعة ما في ميلو. ما لقيت بالسوق الأول، ويلا نروح السوق الثاني. وهي السوق الثاني لولو هايبر. وهي ركن التونة والسردين. شو هذا النوع؟ لحظة. موروكان كوست لاين. هاي رح اخذها بما انه مغربية، رح اخذها. الانشوفة هيها مو سردين، رح اخذها. تخيلوا انه بس هذا النوع السردين موجود هون، والوحيد المغربي اللي لقيته هذا اللي هو الانشوفة او الانشوقة. طلع السردين بمكان تاني، حاطين التونة والانشوفة بمكان والسردين بمكان. وهي السكشن تبع السردين ما في. تخيلوا انه كله فلبيني، ماكريل. هذا سردين اسباني. لقيت هذا الاسباني بالفلفل، بقولوا طيب كتير. اليوم الثاني من البحث عن سردين ميلو المغربي او اي نوع سردين، بس المهم يكون مغربي. اجيت على بقالة، يا رب يكون عندهم. خلينا نسأل. في سردين ميلو موروكان؟ شنو؟ سردين ميلو. سردين ميلو؟ اي ميلو موروكان مغربي. اي خليك. اوكي شوف، اذا ما في اي موروكان سردينز بدي. تمام؟ اوكي. هاي وصل سيام. ها لقيت سردين ميلو؟ لا ما في سردين ميلو والله ما. طب ما يعرف وين انا يقدر يحصل؟ والله انا ما يعرف. خلص اوكي مشكور. مشكور. طيب هاي اول مكان دورت فيه ما لقيت السردين المغربي. تعالوا معي نروح المكان الثاني. عم افكر اروح مركز سلطان. يلا تعالوا نشوف. ويلا تعالوا معي ندور. ويلا على ركن المعلبات البحرية. سماك ماسلز
oysters, تونة. وين السردين؟ هنا كله تونة. هداك الرف طلع كله تونة. أكيد في رف كله سردين. I want sardine. Not, this is all tuna. Tuna, yes ma'am. Sardine also here. But What is it? 2 days we don't have. I think maybe today delivery coming, but it's still not coming. Madam. Okay. ما في. Yeah. يلا نروح على المكان الثالث. Thank you so much. You are welcome. وهلا اجيت على المكان الثالث. هاي. Yeah. Do you have sardine? We don't have. We have only tuna fish. Only tuna. Yeah. No sardine. Thank you so much. Thank you. شكرا. يلا خلينا نروح على المكان الرابع نشوف. ان شاء الله هي بقالة صغير. يلا. خليكم معي. في ميلو سردين ميلو المغربي. انا اسفة ممكن البقالة اسفة جدا. طلع واحد مش تبع البقالة. في سردين؟ شنو هذا ماركة؟ يلا شوف هاي في عنده. يا رب نلاقي يا رب. اوه ريو. لا بدي ميلو. ما في ميلو؟ هذا اندونيسي جربناه. جربت اندونيسي براند تاني. الريو ما جربته. اوكي I'll take this one. كانت اوكي. وصلت عند صاحبتي وبدي اسالها يا رب الاقي عندها. توتا عندك سردين؟ ايه عندي شنو نوعها؟ العلالي. لا ما عندك المغربي؟ ميلو؟ هذا النوع اللي عند توتا اندونيسي. توتا قبل شوي حصلت ريو اندونيسي خذيتها. ومن فتره كمان الفيديو اللي قبل هذا مجربه كمان اندونيسي العلالي. فما بدنا اندونيسي خلص بدنا مغربي. من امبارح عم بدور ما في. شوف البقاله عندك يا رب يكون عنده. ان شاء الله يرد الحين. يعطيك العافيه. يعطيك هيو العافيه. رد. لو سمحت عندك شنو اسمها؟ سردين مغربي اسمه ميلو. ساردين مغربي اسمه ميلو. عندك؟ دقيقة شيء لحظه. يا رب يكون موجود يا رب. ميرو؟ ميلو 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 اصفر وين؟ لا ميلو ما في. اللي علبة الصفرة القديمة عرفته؟ القديم البرتقالي القديم برتقالي. ايوه صح صح برتقالي. ماله مقطوع؟ لا مقطوع والله صار له زمان يعني فوق 3 شهور 4. مقطوع. ما طب ما عندك علم وين ممكن الاقيه؟ اصحابك البقالات التانيين. لو في انا جبت من عندهم ما في. ما في. للبيت انا لو في جبت للبيت. ما هو زاكي صح؟ هو احسن شيء كان بالسوق. احسن شيء انظف شيء. صح. اوكي شكرا يلا اذا شكرا. بدك تلاقي مشكلة معي بشويخ ممكن صح؟ ممكن الاقي بالمناطق البعيده. لا مو راح تلاقي ميلو. بقول لك اذا بدك تاخذي انت دائما اخذي المغربي يعني. المغربي بس من امبارح عم بدور ما في ولا اي نوع مغربي. في عندي هذا شو في مغربي بس مو ميلو. شو؟ ثاني يعني. اوكي مغربي. مغربي. جيبوا قد ايه سعره؟ هي لقيت واحد مغربي. 50 فلس. يلا ممتاز. كنت كم واحد؟ واحد. اوكي لقينا واحد بس مغربي. بدهم 10 كرتونه. خلاص جيب 4 5 كذي. يلا اوكي 4 5. حار ولا عادي؟ واثنين حار اثنين عادي. 2 حار 2 عادي. دقيقة أنا أشوف لك فيها عادي ولا كله حار. يلا لقينا مغربي بس مو ميلو. شو اسوي؟ هو السردين دائما أخذوا مغربي لأنه أفضل شيء. هو افضل شيء المغربي. يلا تمام. واخيرا لا بقالتك خوش بقالة. يا جماعة هاي حصلنا أتلانتس إنتاج المغرب. سامارة الصويرة المغرب. أتلانتس اكتملت المجموعة خلص. هلا احنا جاهزين للفيديو والريفيو. هلا يلا نقيم. طبعا ريو الاندونيسي، أتلانتس المغربي لقيته عند صاحبتي توتا، وهذا الانشوفا كمان مغربي أتلانتس. وهذا النوع هذا مكتوب هون سبانيش سردينز. اوكي سردين اسباني بس طلعت هون برودكت اوف فلبينز. كيف هيك؟ لا انا هيك تخربطت. مش مشكله حجربهم. الاتلانتس والانشوف المغربيين رح نخليهم للاخر وختامها مسك معاهم. هلا حنجرب الفلبيني الاسباني الفلبيني ورح نجرب الريو الاندونيسي. فرح اختار اكثر شيء حبيته واعمل فيه الخلطه بس الفيديو كمان لحال. اوكي بسم الله. واو ريحته خيال. هذا السردين الاسباني الفلبيني. اوكي هيك بسم الله. مالح بس زاكي. هذا زاكي.
تسعة من 10 بجنن. وهالحين ندوقه من غير ولا شيء. اول شيء بسم الله. هذا اطيب كويس، لا بأس، ما في زفر. اهم شيء رح اجربه مع ليمون. زاكي. هذا ملوحته اقل من هذا، بس هذا اطيب بمراحل. هذا كويس، بعطيه 7 من 10. رح بلش اول شيء بالانشوفه، طبعا معروف انها مالحه. شايفين؟ بسم الله. طعم غريب، طعم السمك فيه كتير قوي كتير قوي، واللحمه نفسها او السمك نفسه بتحسوه مو دايب. انشوفه مالح مبين هاي كواليتي، معمول بزيت الزيتون. اوكي زاكي، بعطيه 7 من 10. مالح زياده صراحه. اتلانتس المغربي، هذا كمان مغربي، بس هذا السردين مو الانشوفه. هون احنا الحكم. هاي بسم الله. اول شيء من غير شيء. اقسم بالله انه نار، بشهي. والله زاكي، والله زاكي. معاكم حق يا اهل المغرب تقولوا بس السردين المغربي. وبدي اوجه لكم اكبر تحيه من قلبي لكم على كرمكم وطيبتكم واخلاقكم وذوقكم، وفوق هذا منتجاتكم طيبه وبتشهي. باذن الله رح يكتب لي نصيب وازور بلادكم. شوفوا العظم، شوفوا العظم، عن جد زاكي كتير. طبعا خلصتها الاتلانتس المغربيه وبعطيها من 10 مليون من 10. كتير زاكي. هم الاتلانتس المغربي وهذا الاسباني الفلبيني هم اللي بيفوزوا.